السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومرة أخرى كيتعرض المنتخب المغربي للفوتسال لمؤامرة تحكيمية كان بطلها هو الحكم اللي تغاضى الطرف عن ضربة خطأ تعمدها اللاعب الباراغواي في حق اللاعب المغربي، والحكم خلى المباراة تستمر وما أعلنش على ضربة خطأ واضحة أمام الجميع، مما جعل المنتخب المغربي ينسحب من المباراة في الشوط الأول. فلنشاهد اللقطة. 3/4 de cancha ofensivo. Viene, damas y caballeros, hay falta. De la puerta de tu casa hubo oficina. En Colombia, Panamá, México, Costa Rica y República Dominicana. De la puerta de tu casa hubo oficina. En Colombia, Panamá, México, Costa Rica y República Dominicana. فبعد المشوار الجميل والجيد اللي قدمه المنتخب المغربي للفوتسال في هذه البطولة بتغلبه على البرازيل وعلى الشيلي ووصوله إلى النصف النهائي، كتجي هذه اللجنة التنظيمية أو هذه لجنة التحكيم باش تآمر باش تقصي المنتخب المغربي. وهذا الشيء تعودناه كما شفتيو، فين ما يوصل شي منتخب مغربي أو عربي لهذا المستوى كيحاولوا يقصيوه بأي طريقة. راكم شفتيو في كأس العالم بقطر شنو وقع للمنتخب المغربي، هو المؤامرة اللي وقعت له، والخبار في راسكم. راكم شفتيو توصل تبارك الله وتغلب على منتخبات قويه ووصل للنصف النهائي مع فرنسا، كتوقع المؤامره. هنا خاص المسؤولين على الفيفا وخاص الاتحاد العالمي لكره القدم يوضع حد لهذا الشيء، سينو ما نبقاوش نلعبوا حنا معاهم كاع، نبقاو نلعبوا غير بعضياتنا العرب والافارقه ونخليهم يلعبوا غير بعضياتهم حتى هما. علاش هنا تنوصلوا عاد يقصيونا؟ هنا كيولي ظلم، كتولي مؤامره، كتولي عنصريه. هادشي ما بغيناش. خاص المسؤولين ديالنا يحاولوا يوضعوا حد لهذا الشيء ويرغموا على داك الناس باش ان المنتخبات ديالنا الا وصلت لهذه المستويات ما يبقاوش يقصيوها. وتبارك الله عليكم الوليدات، وراكم حققتوا المراد، والجمهور المغربي كله فارح بكم وراضي على المستوى اللي قدمتوه في هذه البطولة. والسلام عليكم.